هنعمل مع بعض التوتي باج القمر دي بطريقة سهلة جدا وخامات متوفرة في كل مكان، وكمان بتشيل حاجات كتير جدا وعملية جدا لكل يوم دروس او كلية، فحقيقي سهلة جدا. فيلا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة هنحتاجها قماش جوخ ابيض. هنجيب البرجر ونفتحه على اكبر مقاس احنا عايزينه ونرسمه على قماش الجوخ، ومن الجنبين هندور كده بالطريقة دي بأي قلم عندنا علشان يبقى شكل شبه دائري، ونبتدي نقصه. هيطلع معانا الشكل ده، وده اللي هيبقى وش البند. هنجيب بقى قطعة صغيرة من اللون الاسود ونفتح البرجر على مقاس اصغر شوية علشان نعمل ودان البند، وهقصهم كمان بنفس الطريقة، بس اللون الاسود ما كانش واضح عليه التحديد اللي احنا حددناه لانه هو اسود وكمان مش شفاف قوي زي الابيض ان هو يبان عليه الرصاص. فانا هنا قصيتهم وهبتدي بقى احطهم كده على بعض علشان ابتدي اكون وش البند. هنعمل كمان عيون الباندا. عيون الباندا سهلة جدا، هنرسم شكل بيضاوي باللون الاسود علشان نحطه في عيون الباندا، وهنرسم الجزء بتاع العين اللي من جوه باللون الابيض، وممكن نرسم دايرة صغيرة باللون الاسود او نستبدلها باي زراير اسود. وهنا عملت قلب للانف، ورسمت نص دايرة للفم، ورسمت كمان القلبين دول عشان يبقوا للخدود، وكمان عملت الجزء بتاع اللسان بنفس اللون بتاع الشنطة وكمان الفيونكة. والخطوة اللي بعد كده هنعمل الجزء بتاع الشنطة والبطانة، ودي المقاسات اللي انا استخدمتها، بس حاولت اسيب من الجناب حوالي 3 أو 4 سنتي علشان الخياطة، وطبعا تقدروا تغيروا في المقاسات اللي انتوا عاوزينها. الجزء بتاع الشنطة اللي بالجوخ البامبي بصراحة الجزء ده اتمسح مني، فاحنا هنمشي على نفس الخطوات زي اللي عملناه في البطانة. هننتقل بقى لجزء الخياطة، وهنا استعنت بمكنة الخياطة اللي عندي، وهنا جبت شريط من الجوخ البينك بتاع الشنطة علشان اعمل الكتف، وكان عرضه 6 سنتي وكان طوله نص متر. هتنيه على 2 زي ما واضح في الفيديو كده، وابتدي اخيطه من بره. انا هنا مثبته الاطراف بدبابيس علشان في الخياطة تثبت معايا وتكون مظبوطة ويطلع شكلها منسق وجميل. ممكن لو مش متوفر اي مكنة خياطة عندنا ممكن نخيطها على ايدينا او نلزقها بالشمع. الجوخ بيلزق كويس بالشمع. وده كده شكلها بعد ما خلصت. هنعمل منها 2 بنفس الطريقة. هنيجي بقى للجزء بتاع البطانة والشنطة، زي ما قلت لكم انا سايبة 2 سنتي من الجنبين عشان ابتدي اخيطها بالطريقة دي. ما تنسوش لو وصلتوا للجزء ده من الفيديو تعملوا فولو ولايك وسبسكرايب لو انتوا على اليوتيوب. وكده بعد ما خلصت البطانة هعمل الجنبين بنفس الطريقة. هننتقل بقى لأساس الشنطة، وهنا انا كنت حريصة ان تبقى الخياطة على الحرف علشان ما يتكلكعش معانا مع البطانة، وطبعا هعمل نفس الخطوات في الجنبين بتوع الشنطة. زي ما ملاحظين الخياطة ما وصلتهاش للاخر لان احنا هنعوز الجزء ده عشان هنتنيه واحنا بنخيط الجزء اللي بعد كده. والخطوة اللي بعد كده لازم نركز فيها كويس، وهي ترتيب الطبقات اللي احنا هنخيط عليها. زي ما انتوا شايفين انا كده رتبت الشنطة كلها كأنها كده جاهزة، وحطيت عليها الدبابيس علشان اعرف انا هعمل ايه. اول حاجة عملتها دخلت في جوه الشنطة الاكتاف اللي انا عاوزاها بنفس المقاسات اللي انا عايزاها، وبعد كده حطيت السوستة، وبعد كده البطانة. كل ده ثبته بدبابيس، وكده نقدر نقفل السوستة عادي، وكده كأن الشنطة جاهزة. ونبتدي بقى نخيط كل الطبقات اللي احنا عملناها دي. نسيت اقول لكم على حاجة، وهي نفس اللي هنعمله في اي جنب من الشنطة هنعمله في الجنب التاني، وهنا قصدي على اكتاف الشنطة. وكده ده شكل الشنطة بعد ما ثبتنا كل حاجة وخلصت معانا. زي ما انتوا شايفين هي سهلة جدا في الفتح زي ما واضح في الفيديو، وكمان بقت مظبوطة كأنها جاهزة بالظبط. الخطوة اللي بعد كده بقى هنبتدي في تزيين الشنطة، وهنا كل اللي احنا عملناه في اول الفيديو هنبتدي نثبته عليه. طبعا التزيين بيرجع ليكم وعلى حسب ذوقكم. انا هنا حبيت اثبت الزينة بالشمع احسن من الخياطة واسهل كمان. الشنطة حقيقي سهلة جدا، لو ركزنا على الخطوات هنقدر نعملها وكمان تطلع معانا بفينش حلو. ممكن كمان نستبدل قماش الجوخ ده باي قماش تاني على حسب اللي انتوا ترتاحوا فيه، بس قماش الجوخ ده اللي لقيته متوفر وكمان شكله حلو. بس من عيوب قماش الجوخ ان هو مع الاستعمال بيتكسر، بس عادي ممكن نصلح الكسر دي بالكوي وبيرجع تاني زي الاول واحسن. بصراحة انا الشنطة دي عاملاها من فترة كبيرة جدا تقريبا من الشتاء، واستعملتها كتير، بس اتأخرت على ما نزلت لكم الفيديو. حقيقي كان كل اللي يشوفها بتعجبه جدا وبيقول لي عملتيها ازاي، فانا حبيت بقى انزل لكم الفيديو علشان تشوفوا طريقتها انا عملتها ازاي. وحقيقي في الفترة اللي انا استعملتها فيها بتشيل حاجات كتير جدا وبتتحمل كمان، وبجد واسعة جدا من جوه، طبعا على حسب المقاس اللي انتوا هتعملوه.
بس المقاس اللي انا عملته حقيقي كان بيشيل معايا حاجات كتير جدا، وتنفع للدروس وتنفع للسفر وتنفع للكلية. حقيقي كانت جميلة جدا وعملية. فحقيقي هبقى مبسوطة جدا لما اشوف رأيكم فيها، وهل عجبتكم الطريقة وفهمتوها ولا لا، واكيد هبقى مبسوطة لو نفذتوها ووريتوني تنفيذكم. وكده تقريبا ثبتنا وش الباندا كله. هنبتدي بقى نثبت الباندا ذات نفسها على الشنطة. هنا انا ابتديت بالجزء اللي فوق، حطيت عليه شمع كده علشان ابتدي اثبته على الشنطة، وبعد كده ابتدي اثبت بقية الاجزاء. طبعا طريقة التثبيت دي تقدروا تتحكموا فيها، ان كان عايزين تلزقوها بالشمع او بالخياطة، او كمان بيبقى فيه في محلات الخياطة والتطريز بيبقى فيه زي شرايط كده بتتلزق بالحرارة، يعني عن طريق المكوى ممكن نقسم الشرايط دي على اي شكل احنا عايزينه من الاجزاء اللي احنا عايزين نلزقها، وبعد كده نمشي عليها المكوى وبتلزق معانا. وفي اشكال كتير جدا لتزيين الشنطة غير شكل الباندا، انا اخترت شكل الباندا ده، لكن تقدروا تتحكموا في الشكل اللي انتوا عاوزينه. وده كده شكل الشنطة بعد ما خلصت خالص. حقيقي بقت جميلة جدا، ونقدر نستعملها في كل حاجة زي ما قلت لكم. وكمان هوريتكم عملي ان هو انا بحط بعض الحاجات كده فيها علشان تشوفوا ان هي بتشيل حاجات قد ايه، وكمان بتشيل حاجات اكتر من كده. فما تنسوش بقى لو الطريقة والفكرة عجبتكم تعملوا لها شير مع كل اصحابكم، وهستنى تنفيذكم ليها.